اخوان السلام عليكم. نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غنهضروا على قضيه هويه مصطار. هويه مصطار اللي مسبحها المجتمع المغربي كامل، وكل شيء باغي يعرف فين وصل البحث معها، وشنو المستجدات اللي واقعه، وشنو الاخبار الجديده اللي كاينه بخصوص القضيه ديال هويه مصطار. بزاف الحقائق اللي غنعرفوها في هذا الفيديو، حقائق اللي بصح انا صدماتني، شي حاجه اللي ما تصوروهاش في البال ديالكم. فقبل ما نبداو الفيديو ديالنا نبغيو نوهوا لواحد المساله. شكرا القضاء المغربي والنيابه العامه على هذه الحمله التطهيريه في حق ديال صناع التفاح. قبل ما نبداو الفيديو، شنو الاعترافات ديالها قدام النيابه العامه، والاهم في هذا الشيء كامل هو شنو لقاو عندها في الحسابات البنكيه ديالها. فخليكم معنا حتى الاخر، وما تنساوش تدعمونا بلايك، واللي كيشوفنا اول مره مرحبا به. وللاشاره الاخوان، هادشي كامل اللي غنقولوه، هاد الحقائق كامل اللي غنقولوها، فهي ماشي من الهضره ديالي او الهضره ديال شي واحد اللي ما مطلعش على القضيه، او شي واحد كيف ما كان. هاد الهضره اللي غنقولو تصريحات ديال الاستاذ الدفاع المحامي ديال المنظمه الحقوقيه اللي دارت اول مره شكايه بهويه مصطار، وهو الاستاذ رشيد غاني. يعني هاد التصريحات هادو جايه من واحد الموقع اللي هو موثوق. من خلال التصريحات الاخوان ديال الاستاذ المحامي رشيد غاني اللي جا بها ان البحث والتحقيق ديال النيابه العامه مع هويه مصطار كانت اول خطوه ديالهم هما انهم يعرفوها واش هاد الانسان عندها سلامه عقليه، من خلال هاد الفيديوهات اللي كانت كدير وداك التبويل اللي كانت كدير كامل في الفيديوهات ديالها. واش هاد الشيء ناتج على ان عندها شي امراض نفسيه، او لا هاد الشيء كديرو بالعاني. فمن هنا بدا التحقيق مع هويه مصطار. كيفاش كان البحث مع هويه مصطار؟ النيابه العامه دارت معها تحقيق اللي كان عادل، بحيث انها شدات دوك الفيديوهات كاملين فيديو بفيديو، حيث هما عندها فيديوهات بزاف الفيديوهات اللي عندها فيهم التشهير وفيهم الاخلاء بالحياء العلني، وفيديوهات عندها فيهم تسول، وفيديوهات عندها فيهم العنف ضد الاطفال. فالنيابه العامه شدات هاد الفيديوهات كاملين وقسماتهم وحقات معها فيهم. وهويه مصطار من خلال تحقيقات النيابه العامه معها قالت بلا شي حوايج كانت كديرهم بالعاني باش تجيب المشاهدات، وشي حوايج كانت كتكون سكرانه وما عاقلاش. وهاد التصريحات ديالها النيابه العامه حسباتو ماشي في بلاصتو، لحقاش الانسان منين كتسولو كتقول له علاش درتي ديك المساله في ديك الفيديو، كيقول لك انا راني حقا كنت سكران، فهي راه كان عندها علم بداكشي اللي كانت كدير. يعني داك التبويل ديالها ما كلاش ليها مع النيابه العامه. والاشاره الاخوان، النيابه او الامن الوطني بصفه عامه ما كيظلم حتى شي واحد. فراه من بعد عامين او 3 سنين اللي عندها في المسيره ديالها، هي اللي جينا نعقلو كاملين، راه بدات في 2020 من كورونا، ومن تما وهي كدير اليوتيوب، ومن تما وهي مشوه كاملين. شفناها كيفاش بدات على انها كانت راقصه، من راقصه دارت داك الروسي اليومي اللي ولات كدير فيه فضايح. من بعد كيف ما قال في التصريحات ديالو الاستاذ رشيد غاني، من بعد ما انها ضمنات واحد النيفو ديال الفلوس اللي ولا كيدخلها اشاك موا، وضمنات انها ولات عايشه في واحد المستوى معين ما بقاش كافيها هذاك المستوى اللي هي فيه. فمن تما قال لها راسها تبقى دير فيديوهات اللي كانت كتخرج فيهم وشفناهم كاملين، انها كتهاجم فيهم الامن الوطني وكتهاجم فيهم رجال القضاء، وهاجمات فيهم سيدنا الله ينصرو، وكملات في الاخر حتى انها مشات للصليب والمسيح، وبقات كتهاجم الله تبارك وتعالى اللي نعم عليها بدوك الوليدات وبداك الرزيق. فهنا في نعمات لها هي البصيره ديالها، وهذا الشيء هذا خلاها تبان على الحقيقه ديالها. خاصه ان النيابه العامه منين حقوا معاها لقاوها كدير في الفيديوهات تسول، كتقول للناس بلا راني انا ما عنديش، وراني جالسه بالجوع، ورا الضو مقطوع عليا. في نفس الوقت النيابه العامه منين حقات معاها لقات عندها لي كونط عامرين بالفلوس. فهنا تبين النيابه العامه النيه ديالها بلا كانت كدير هادشي اكسبري.
وبيني وبينكم الإخوان، هل يعقل أن امرأة كتشد لي فيديو ديالها وكدير المونتاج، كتحط العنوان وخدامة في اليوتيوب؟ واليوتيوب حنا كاملين كنعرفو، وأنا واحد من الناس اللي راني خدام في الويب من غير اليوتيوب، وكنعرف اليوتيوب كياخد الوقت وخصو واحد المعرفة معينة. ما يمكنش بنادم يكون مبوهل ولا مسطول ولا ما عرفش اش كيدير كما كتبين لينا هي وغيخدم اليوتيوب. فهي كما قال الأستاذ رشيد غاني وكما تبين عليها قدام النيابة العامة أنها كانت كدير هذا الشيء مقصود، وكانت كدير هذا الشيء عن خطة اللي هي مدروسة، بحيث أنها كانت كتستهدف المجتمع المغربي بدوك الفيديوهات ديال أنا راني ما عنديش. بحال داك الفيديو اللي دابا بنادم راه تيكون غلط، راه حتى الفيديو اللي كان راه ربما تكونوا شايفينه، اللي كانت كتشد ولدها ريان وكتقول له فتح الثلاجة قدام الناس وها نتوما عباد الله، راه هادشي كامل خداتو النيابة العامة وحقات معاه فيه، راه ما زقلاتها حتى فشي حاجة. راه أي فيديو دارتو واللي الناس كانوا كيقولوا واش الأمن ساكت على هادشي، واش المخزن ما كاينش، لا راه المخزن ما بغاش يتعدى عليها، خلاها حتى دارت على راسها الحجة. وهي بزاف الفيديوهات ديالها اللي دارتهم حجة على راسها بلا ما تعرف. وكاملين كنا كنشوفوا في الفيديوهات ديالها انها كتغوت كتقول العاده والمخزن ما خداش لي حقي، وفين كان المخزن وفينكم فلان. لا داعي اننا نبقاو نزيدو نعاودو ديك الهضره في الوقت اللي المخزن وكاملين شفنا دايرين يرمو راجلها الاول طلع في ذاك البرنامج وقال بلا ان المحكمه حكمات عليه ب7 ملايين ونص كنفقه لصالحها هي. يعني المخزن راه ما كانش ساكت، راه القضيه ديال النفقه ديالها راه تحرك فيها المخزن وخدا ليها حقها، وراجلها راه دوز الحبس وخرج على ود ديك النفقه. يعني داك الشيء كامل راه باين اللعمه، راه بصح كانت كديرو غير كذوب وكانت كديرو غير تمثيل، كتهين في القضاء، كتهين في الناس، كتعنف وليداتها. حتى من وليداتها الخبره لقات فيهم اثار ديال الضرب وديال التعنيف. البنيه لقات فمها كامل مضروب، الضرب في الجسد ديالها. فالنيابه العامه ما غتجيش وغتبلى عليها بهذا الشيء كامل. هذا الشيء مادام تقال الا هو كاين، الا وهاد السيده بصح مذنبه وضروري ما خصها تاخذ العقاب ديالها. حنا ما كنبغيوش لاي واحد انه يوصل لشي نيفو خايب، وهي كأم هادشي قاصح عليها، ولكن هادشي هي اللي دارتو لراسها، حيت ما طاقاتش الله في راسها وفي دوك الوليدات. هادوك الوليدات نعمه نعم عليها الله تبارك وتعالى بهم، وهي ما قدرتش النعمه ديالو عليها. فاوليو باش تنوض تصلي وتعبد الله وتقى الله وتقابل وليداتها، نايضه كتسب الله في لي فيديو ديالها، راه ضروري غتخلص. السيده فاتت الحدود، نصبات على الناس كاملين، كتستهبل الناس كاملين. ما نقولوش حنا ديك كتستحمر، حيت الشعب المغربي كيكون نورمالمون حنين. فوا كنشوفوا شي حاله انسانيه كنتعاطفوا معها. مني انا وجبد غنشوف مراه كدير في راسها داك التمثيل وداك العالم كامل، فانت بصفتك كانسان كتكون في واحد الطريق اخرى، هذاك الفيلم اللي كتشوفو كتثيق به، كتقول ما يمكنش الانسان انه يوصل راسو لهذا المستوى هذا. فهي داكشي من بعد التحقيق ديال النيابه العامه تبين انه كديروا بالعاني وكديروا صنعه وتمثيل باش تجيب المشاهدات. وما اكتفاتش هادشي، خرجت حتى وليداتها كتسعى بهم وكتدير بهم الافلام باش يتعاطفوا مع الناس ويصيفطوا ليها الفلوس. اما قضيه الفلوس اللي لقاو عندها فما لقاوش عندها حساب واحد، وهادشي بناء على التصريحات ديال المحامي رشيد غاني ان السيده لقاو عندها بزاف ديال الحسابات بنكيه وعامرين فلوس. ما غنقولوش حنا شحال لحقاش لحد الان حتى واحد ما قال شحال ديال الفلوس عندها في لي كونط، ولكن الكلمه اللي تقالت بالحرف هي ان لي كونط ديالها عامرين فلوس. بطبيعه الحال النيابه العامه غتشوفك انت عندك الفلوس وشبعانه فلوس وكديري ديك التهبله العدا والضو العدا والماء، فكان بامكانها تشري دويره، كان بامكانها كاع بلا ما تشري دويره تعيش نقيه. فهي ما عرفاتش تسير ديك النعمه اللي عطاها سيدي ربي. هي بالعكس كيف ما قال الاستاذ كانت كطمح
لواحد المستوى ديال الرفاهية، بحيث ان داك المستوى اللي وصلت له هي 5 المليون 6 المليون اللي كتشد ما قداهاش. وكاملين كنشوفوها كدير فيديو في الفيسبوك، كدير لي فيديو في تيك توك، كدير لي فيديو في اليوتيوب، لي لايف. السيدة كتدخل الفلوس الله يسهل عليها، ولكن كان عليها انها تعتني بدوك الوليدات. فهاد السيدة من بعد الصبر ديال النيابة العامة وصل وقتها انها باش تخلص. راه ما يمكن ليناش نجيو نلومو النيابة العامة كيف ما خرجوا شي وحدين في هاد اليومين كيلومو في ديك الصحفية فاطمة الزهراء، اللي انا ما كنجيش عليها، ما عندي معها الخير والاحسان، ولكن كلام الحق يتقال. فاطمة الزهراء راه نهار الاول هي اللي وقفت معها وبيناتها باش تدبر على راسها وداروا ليها قناة. انا ما يمكن ليناش نلومو. كاين اللي غيتخالف معايا في هذا الامر يقول لي هذيك القناة هذيك القناة دارت مع السيدة واحد لوزاس، ان السيدة كاملين شفناها دخلت علينا بواحد الفيلم حتى راجلها فرشها مؤخرا انه كان كيصرف عليها ودارت له المشاكل تما وخرجت عليه. هي ملي جات قالت العكس، قالت كانت عندها الفيلا وراكم عاقلين كاملين الكذوب اللي كانت كتقول. يعني ان السيدة بدات من الاول بواحد الفيلم وبواحد ليستوار اللي غتخلي المغاربة يبغيوها ويتأسفوا ليها، فبالتالي يتعاطفوا معها. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. الكذاب ضروري واحد النهار كيجي نهار وكيخلص، وهي وصل ليها نهارها باش تخلص. السيدة فادت الحد، عيقات بالسلات، ما خلات حتى شي واحد في خاطرو، وفي الاخر هي كملت بوليداتها اللي بسبب وليداتها دابا حاليا تحقيق راه كمل مع جميع هاد التهم اللي هما صادرين في حقها. ولكن النيابة العامة باقا كتسنى واحد الشهادة طبية اللي غتخرج يشوفوا واش ان ديك الشهادة طبية فايتة 20 يوم. فإلا كانت فايتة 20 يوم هذيك الشهادة طبية، حيت هي عندها متابعة ديال العنف ضد الأطفال، فإلا كانت ديك الشهادة طبية فايتة 20 يوم فهنا غيطبق عليها واحد الفصل ديال 409 411. من بعد ما كان في الأول نطبق عليها الفصل ديال 408 والفصل ديال 411 اللي تكون العقوبة ديالو من 2 حتى ل5 سنين، دابا غيطبق عليها الفصل ديال من 409 411. وهذا الفصل كتكون العقوبة ديالو مدوبلة. هذا الشيء اللي قال بالضبط الأستاذ المحامي ديال الجمعية اللي تقدمت بالشكاية في حق هويا مستار. فلهذا الإخوان التهم اللي عند هويا مستار ثقيلة بزاف، والنيابة العامة هاد المدة كاملة راه كانت كدير التحقيق باش تأكد من هاد التهم اللي منسوبة ليها، أو لا السيدة بصح مريضة، أو لا ديك هبيلة كيف ما كيقولوا بزاف الناس وكيف ما كتقول هي. فالنيابة العامة الإخوان راه ما غادي يضحكوش معاها وراه ما غادوزهاش عليهم. الناس كيعرفوا القانون مزيان، وهذيك الميتي ديالهم ما كيظلموا حتى شي واحد، هي اللي ظلمت راسها اللي وصلت راسها لذاك القنت. وهذا ميساج وغيكون عبرة لذوك الناس اللي كانوا كيساندوها واللي كيتفرج فيها واللي كيصيفط لها الفلوس. راه عيب عليكم. فاوليو باش صيفطوا المساعدات لوحده كتضرب زبالة الفلوس، صيفطوا تمشيو راه الجوامع راه فيه الناس مساكن كيسعاو، راه المستشفيات فيها الناس ما لاقياش الدواء، راه كاين الناس اللي ما عندهمش الكرا، كاين الناس اللي ما عندهم ما ياكلوا، كاين بزاف ديال الحالات اللي كيستاهلوا انكم ديروا فيهم الخير. انا ما غنلوموش الناس اللي كيصيفطوا ليها، لحقاش كيف ما قلنا حنا المجتمع المغربي كنتاسفوا كيبقاو فينا الناس، ولكن خص بنادم يرد بالو. فبهاد المساعدات اللي كتمشي في بلاصه من غير البلاصه ديالها، فحنا كنطلعوا واحد الانواع واحد الفيروسات من واحد البلاصه لواحد البلاصه. فكنتمنى ان هاد الناس ياخذوا عبره في العود اللي غتعطي واحد المساعده لشي شخص، عرف لما تعطيها. راه الناس ديال السوشيال ميديا راه تا واحد ما دايزه فيه السعايه، راه اللي ما كيدخلش كيدخل واحد البركه، والسعايه دينيا ما دايزه غير في الانسان اللي محتاج، ماشي واحد عنده انت كتزيدو باش يطلع يتعرى ويطلع يعاير في الفيديوهات وكتكبروا له لودونس باش يجي يتشرب ديك التفاهه اللي كيعطينا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى مالغري هادشي كامل يدير لينا وليها تاويل ديال الخير. شكرا على المتابعه ديالكم، واللي كيشوفنا اول مره مرحبا به، ما تنساوش تدعمونا بلايك. والسلام عليكم.